انا مش معترض ان الراجل لازم يدادي ويحايل ويحل كمان مشكله، وكمان يصرف عليها ويتحمل تقلباتها وهرموناتها وعياطها، لان هي في المقابل بتقدم امومه وبتقدم ان هي زوجه صالحه وبتقدم كتير. حط عليه كمان بقى البند زياده بتاع ان انت فيزيكال اقوى، فلازم مثلا انت اللي تسوق 100 كيلو عشان تغير لها فرده كاوتش نايمه وهي على الصحراوي. انا مش معترض على كل ده، امال احنا رجاله ليه؟ انا اعتراضي ان بعد كل ده في اقرب خناقه ممكن تتهمك اتهامات فظيعه، يعني مثلا عايزك تعمل كل ده بس لو جدع انسى تاريخ اول يوم اتقابلتوا فيه ولا تاريخ جوازكم، هترزعك واحده انت مش مهتم هتخرم ودانك. وزود عليها بقى انا مش عايزاك تسوق ال 100 كيلو، انا كل اللي عايزاه تفتكر اليوم ده. المره الجايه لما الكاوتش بتاعها هيبوظ وتكلمك في التليفون رد قول لها 8 ديسمبر 2024 سلام عليكم باي باي. طب يا ستي ايه ممكن يتعمل اكتر من كده؟ يبيع لك كليته؟ اعتقد لو باع كليته برضه هيطلع فيه اتهام جديد، كانت صلاحيتها منتهيه، او مثلا اديتها الكليه الشمال وهي عايزه اليمين. انا قافله معايا يا اخي عايزه الكليه اليمين، انت مالك؟ انت سايب لك الكليه اليمين عشان انت اناني، عزتها عليا. طب انت عايزه ايه بجد؟